عمرك سألت نفسك المفروض تعمل ايه في رمضان؟ انا عندي مشكله مع رمضان ومش عارفه انتوا كمان عندكم نفس المشكله. خلينا نرجع ورا شويه. دايما رمضان بيجي والحياه الروتينيه الراسماليه شغاله عادي، انا وانت وانتم بيبقى عندنا اهم ما يتلم. بعدين تفتح فيسبوك في يوم من الايام تكتشف معايدات رمضانيه. رمضان بكره، رمضان بعد بكره، رمضان بعد بكره، الفجر، صوما مقبولا وافطارا شهيا، مدفع الافطار، جانا العيد اهو جانا العيد. فما تبقاش عارف تعمل ايه. ومن الخضه ما بحسش اصلا ان رمضان جه غير وانا بصلي العيد. هو ده كمان بيحصل لكم؟ لو ده بيحصل لكم كملوا الفيديو للاخر. الخضه دي بتحصل لي كل سنه، كل مره نفس الحاله. بس لو فكرنا شويه بكل بساطه انا امنيه، وبقالي فتره بفكر في الموضوع ده. رمضان مربوط في علينا بصوره ذهنيه كده عسوله قوي وطفوليه شويه، ان ده الشهر اللي نومك بيبوظ فيه، تسهر فيه، تخرج فيه، تتعزم فيه، كل يوم من ده بقى اكل ومرعى وقله صنع. واليوم اللي ما بيحصلش فيه احداث في حياتك الواقعيه بتكون الاحداث في المسلسل مولعه الدنيا. ايوه المسلسل اللي بتابعه بيكون مولع الدنيا. فلما يعدي الوقت وتبص تلاقي ما ينفعش تعمل ده، بيجي لنا شعور كده حزين ومخفي كده ان طب انا عايز اعمل ده، عايز ارجع تاني اسهر للسحور. رمضان بالنسبه لي من غير اي حاجه خالص. يا بخت اللي عنده حياه لا مذاكره ولا شغل. وده مش واقعي اكيد، بس مين فينا ما عندوش نفس المشاعر دي ناحيه رمضان؟ انت بيبقى عندك حته معاتبه داخليه كده اللي هو انا عايز انزل ازين الشارع. نعم عايزين جنيه زينه. انت لسه بتاخدوا جنيه؟ اه دي 10 جنيه. اقول لك على حاجه، انا جايه معاك ازين الشارع زي اللي حصل كده بالظبط. وحتى المذاكره والشغل بيبقوا سهلين وصعبين في نفس الوقت. ما تسالنيش ازاي. سهل عليك تركز اكتر عشان مفيش حاجه تضيع فيها وقتك، مش هتزهق فتروح تاكل. ثواني بتعملي ايه؟ او تتزنق في تاسك وتروح تجيب ازازه ميه تربعها كلها. هشربك بس مش دلوقتي. ما بيبقاش موجود كل ده. تبقى قاعد مركز قدامك الحاجه تخلصها، وصعبه عشان الوقت اللي بتشتغل فيه او بتحضر محاضرات او بتذاكر بيبقى في حاجه فايتاك. فايتك ناس صحابك خارجين، فايتك الناس بتضحك على ايه، فايتك تجمع عائلي جميل للاسف مش هتعرف تروح عشان عندك فاينل او عندك شغل الساعه 9 الصبح. ولو رحتوا هتحس بالذنب ان في حاجات ما خلصتهاش، فهتكون قاعد كده مش مرتاح. واحساس ان انا مش مرتاحه ده بيبقى معايا طول رمضان بقى. طول رمضان حاسه ان انا مش مرتاحه. لو ذاكرت شويه بيبقى فايتني حاجه، لو خرجت شويه بيبقى فايتني حاجات برضو المفروض اخلصها. دايره ما بتخلصش. او فايتك عباده بتحب تعملها بس في نفس الوقت في حاجات بتخلصها. وانا سميت الموضوع ده الانطفاء الرمضاني، ان مش ده رمضان اللي انا متوقعه. بس المسؤوليات تقتل فرحتك انا عارفه، وكل سنه سقف توقعاتك بيقل. فبسال نفسي طب هقضيه ازاي؟ ما انا ما عنديش الحاجات اللي الناس بيعملوها، او حتى لو بقى عندي وقت هضيع حاجات اساسيه من ايدي، حاجات المفروض اعملها. وندخل في دايره تساؤلات رمضانيه بتاعت كل سنه، وتفضل الحته الحزينه دي معانا طول رمضان. بس عارفين اتلككوا. حاول تلاقي طريقه تتواصل بيها مع اللي حواليك. تلكيك بقى، اي تلكيك. كلم صحابك او عيلتك حتى لو مش هتعرفوا تتجمعوا. وهنا كان لازم التلكيك يتدخل. اتلكك، لازم نفطر مع بعض في يوم، لازم اعمل زي دولة ولا دولة. في بوست كده بيتشير كل سنه حتى ما بيغيرهوش، اللي هو جداول الرمضانيه. اما بالنسبه لجدول الرمضاني السنه دي فهو 90 يوم مش 30 يوم. 8 اجزاء تحفظهم النهارده. اقل من كده انت شخص مقصر. شكرا. ايوه هو ده اللي محدش بيعرف يطبقه غير اللي عمل الجدول، وكمان ده ما طبقهوش. حياتنا مختلفه عن حياه غيرنا. لو انت عندك حاجه بتخلصها اكيد مش هتعمل جدول رمضاني لمده 8 ساعات متواصلين في اليوم وانت عندك حاجات تانية. بهدي نفسي كده بقول ان ده ما بقاش مناسب، وانا عارفه انهم بييجوا يحسسوك بالذنب، بس انت بتعمل اللي تقدر تعمله. صح اعمل مثلا الجدول المناسب لحياتك مش الجدول الرمضاني. خدين بالكم لان الجدول الرمضاني بيكون بس واخد جزء واحد، لكن جدولك انت اللي هتحطه لنفسك هيبقى فيه حياتك، مواعيدك، البيت، كل حاجه، كل الزحمه، عشان تبقى حاجه واقعيه مش اللي احنا بنشوفه. واكتب ان انت هتنسى وهتشرب ميه. شايفاكوا قبل الاذان بننسى ونشرب ميه. شايفاكوا اكتب ده كمان في الجدول. ومفيش حاجه مثاليه يعني. في حاجه غريبه جدا برضو مش بفهمها في رمضان، وبقول في سري هي الناس اتجننت ولا ايه؟ بيتعاملوا مع الوقت اكنه الى ما لا نهايه. انت كده في رمضان هتكسفني؟ ده احنا في رمضان. هو مين ده اللي بيذاكر وبيشتغل في رمضان؟ هو في ايه يا جماعه؟ مش كده. الناس ما عندهمش ثقافه ان الوقت مش مناسب. في حاجات ما بتستناش. مفتقدين احترام ان الوقت واليوم 24 ساعه. يا دوب تنام منهم شويه وتبقى مرهق نص اليوم، والنص التاني بعد الفطار جسمك بيبقى تقيل وتخلص اللي وراك وانت بتنهج، وتبص تلاقي ان رمضان عدى بسرعه. الجوهر الحقيقي لرمضان هو يعلمك الملتزم بعباده وصيام. عندي مشكله مع الناس اللي بتيجي تقول لك اصل احنا في رمضان والصيام عشان كده، وبعد الجمله دي بيبقى في كليب كفاك اعذار بتاع تامر حسني. اعذار رمضان حجه، اللي هو انا كنت عطشان ومش قادر فعشان كده
كسلت او كنت واكل ومتقل فما قدرتش، مقفوشه. بلاش نستخدم رمضان حجه لاهمالنا، تمام؟ لو بتقول الكلمتين اللي من شويه دول يبقى المشكله مش فيه، المشكله فيك. تاني، ما تخليش رمضان حجه لاهمالك. اصلا انا صايمه، مش هعرف اصور الفيديو ده. شفت بصيت ازاي؟ وده بيخليني اسال نفسي هنعمل ايه امنيه؟ هنعمل ايه مع كل الحاجات الملخبطه اللي حصلت مره واحده دي وبتخلينا نغمض عينينا نفتح نلاقي رمضان خلص، ولا احنا استفدنا منه ولا عملنا فيه حاجه ولا عملنا لنفسنا حاجه. وهنا انا لقيت حل ممكن يساعدكم. اول حاجه، انت بتكبر وبتبدا تفهم حاجات اكتر، فاللي كنت بتحس بيه زمان او ينفع تعمله زمان مش هينفع تعمله دلوقتي. 2، مفيش حاجه اسمها يا ده، تقدر تعمل الحاجات كلها بشويه تظبيطات وما تهملش حاجات اساسيه. معلش قول لنفسك ان احنا مش عايشين في عالم زمرده. 3، ما تحسش بالذنب، مالكوش دعوه بجد، وادي جدول رمضان مالكوش دعوه، بس بيفضل فيه جزء كده فيا عايز يحط رمضان في حته معينه في مكان معين، بس كل ما تعدي السنين الشعور ده بيختفي. رمضان دايما بيجي فجاه وبيخلص فجاه، فتلاقيك محتاج تغير روتينك كله عشان يناسبه. ودي الحلاوه بقى، مش انتوا لوحدكم اللي بتحسوا كده. عشان كده شاركوا اللي بتحسوه ده مع اللي حواليكم، عشان كل واحد مختلف عن التاني. اتكلموا ودوروا على حاجه تخليكم كلكم ترجعوا احساسكم بده. انا مثلا بعمل حاجه بسيطه قوي تحسسني بيه، احط انوار في اوضتي تفكرني ان رمضان دخل اوضتي مثلا حاجه عبيطه زي دي. رسالتي من الفيديو ده، في زحمه الحياه اللي ممكن تنسيك شهر مهم زي ده، حاول تلاقي طريقه تطلع بيها منه مختلف، مش بس دينيا، على مستوى حياتك وعاداتك كلها. وافتكر انه مش تارجت لتحقيق الانبساط، على قد ما هو بيصحي فيك جزء انت عارفه كويس. وبس كده. ما تنسوش تقولوا لي هتتسحروا ايه وهتاكلوا ايه، ورمضان كريم. ما تنسونيش في الكنافه النيه عشان انا بحب الكنافه النيه، قطايف ساده عشان اخلصي بقى. وبس كده. لو عجبكم الفيديو لايك وتابعوني، بحبكم قوي.